فيلم الباشا تلميذ هو واحد من الأفلام الكوميديا اللي أثبتت نفسها في السينما المصرية وحققت نجاح كبير وقت ما اتعرضت. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز وغادة عادل وحسن حسني، ومن إخراج وائل إحسان. الفيلم بيحكي قصة ضابط شرطة اسمه بسيوني، واللي بيقوم بدوره كريم عبد العزيز، واللي بيتم تكليفته بمهمة سرية في جامعة خاصة عشان يكشف شبكة مخدرات موجودة في الجامعة. لكن عشان يدخل وسط الطلاب وما يكشفوش، بيقرر يتنكر في شخصية طالب جامعي. القصة بشكل عام، بسيوني واللي بيقوم بدوره كريم عبد العزيز بيشتغل ضابط شرطة شاطر، وفي يوم من الأيام بيجيله تكلفة بمهمة جديدة. المهمة دي مش بسيطة، لأنه لازم يدخل جامعة خاصة علشان يكشف عصابة بتروج مخدرات وسط الطلبة. عشان يدخل وسط الطلبة ويقدر يشتغل من غير ما حد يشك فيه، بسيوني بيقرر يتنكر في شخصية طالب جامعي جديد، وده بيكون أول مصدر كوميدي في الفيلم، لأنه بيلاقي نفسه مش قادر يتأقلم مع حياة الجامعة والمواقف اللي بتحصل فيها. في خلال وجوده في الجامعة بيحاول يتعامل مع أسلوب حياة الشباب اللي مليانة فوضى زي الخروجات والحفلات والمنافسات، وبيبدأ يلاحظ الفجوة بين جيله وجيل الشباب، خصوصا إن حياته كانت عبارة عن انضباط وتنظيم كظابط شرطة، بينما الشباب في الجامعة عايشين حياتهم بطريقة فوضوية لكن مرحة في نفس الوقت. ده بيعمل مواقف كوميديا لذيذة لأنه مش قادر يتأقلم مع المواقف دي زي الكوميديا. ونبدأ الشخصيات الكوميدية في الفيلم بتعتمد على تفاعل بسيوني مع الطلبة، لأنه هو شخصية جادة جدا ومش فاهم المواقف اللي بتحصل في الجامعة، وفي نفس الوقت بيحاول يخفف عن نفسه ويحاول يفهم حياة الطلبة بطريقة كوميدية. مثلا في مشهد شهير وهو بيحاول يتكلم مع الشباب زيهم، لكنه بيستخدم مصطلحات مغلوطة أو غلط في السياق، فبتكون النتيجة إنها تبقى مواقف محرجة جدا لبسيوني، لكنه في نفس الوقت مضحكة جدا للجمهور. كريم عبد العزيز زي ما تعودنا منه كان نجم الفيلم بأداء قوي، وقدر يقدم شخصية الضابط الجاد بطريقة كوميدية جدا. في بعض اللحظات كان في توازن بين الجدية وبين الهبل اللي بيحصل حواليه. كمان حسن حسني كان له دور محوري في الفيلم، واللي لعب دور العميد اللي بيبقى مش فاهم إيه اللي بيحصل في الجامعة، لكنه بيحاول يساعد بسيوني بطريقة كوميدية، وكان عامل إضافي قوي في الكوميديا. غادة عادل كانت طبعا عنصر مهم، وبتقدم دور البنت الجامعية الذكية المتفوقة والمثالية. هو بيبدأ يعجب بيها، وده بيخليه يدخل فيه صراع داخلي ما بين مهمة الشرطة وما بين مشاعره اتجاهها. ده بيعمل نوع من الكوميديا بسبب التناقض بين شخصيته كظابط ملتزم وبين مشاعره اللي بدأت تنمو اتجاهها، وهو مش عارف يتعامل مع الوضع ده ازاي. المواقف الكوميدية، في مواقف كوميدية كتير جدا بتخلي الفيلم مميز. مثلا لما بسيوني دخل الجامعة لأول مرة وحاول يتعامل مع الطلبة بطريقة شبابية، زي إنه لبس لبس شباب العصر، وده خلاه يبان غريب جدا. وفي مشهد تاني لما كان عايز يتعرف على هالة، واللي بتقوم بدورها غادة عادل، وأصبح مش قادر يخفي مشاعره اتجاهها، وده خلى المواقف المضحكة تزيد. الرسائل الاجتماعي، الفيلم مش مجرد كوميديا وخلاص، وهو بيطرح شوية رسائل اجتماعية في وسط الأحداث. واحدة من الرسائل دي هي مشكلة انتشار المخدرات في الجامعات. الفيلم ما كانش بيركز على الموضوع ده بشكل تقيل أو مباشر، لكن كان بيعرضه من خلال قصة بسيوني وهدفه الأساسي من الملاحقة، وده بيضيف عمق للفيلم. كمان بيظهر في الفيلم اختلاف بين الأجيال، جيل بسيوني اللي هو جيل قديم شوية واللي عايش حياته بحرص شديد واهتمام بالقوانين، وبين الجيل الشباب اللي بيعيش يومه زي ما هو عايز. وده كان بيخلق نوع من الفجوة بينه وبين الطلبة، لكن في نفس الوقت ده كان بيخلق مواقف وده اللي خلاه الفيلم يحقق نجاح في تقديم الصورة دي. النهاية في الفيلم بيخلص بإن البسيوني بيقدر ينجح في مهمته، بيتم القبض على عصابة المخدرات، لكن الأهم من ده وهو إنه اتعلم حاجات كتير عن الجيل الجديد. هو فهم إن التواصل بين الأجيال مش مستحيل لو طرفين حاولوا يفهموا بعض. كمان الحبكة كانت معقولة، والنهاية كانت متماسكة، بحيث إنها ما كانتش
مفاجأة زيادة عن اللزوم، لكن كانت مرضية للمشاهدة. الإخراج كان ممتاز، وده كان واضح كل مشهد، خصوصا إن الفيلم بيحاول يخلق مواقف كوميدية كتير، ومحتاج تنسيق عالي بين التمثيل والإخراج عشان تبقى المواقف مضحكة. كمان الموسيقى والتصوير كانت متناسبة جدا مع الأجواء، وكان في بعض الأغاني الشبابية اللي بتنعكس الجو الجامعي. الفيلم نجح لأنه قدم كوميديا حقيقية ومواقف ممتعة في نفس الوقت، وكان في جزء من الرسائل الاجتماعية اللي بتهم الناس. بالباشا تلميذ مش بس فيلم كوميدي، لكنه برضو فيلم قادر يتناول قضايا اجتماعية مع إحفاظ بخفة الدم وسلاسة الأحداث. كريم عبد العزيز كان نجم الفيلم، وقدر يظهر تنوعه كممثل بين الأكشن والكوميديا.